السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا، أهلًا يا بنات عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وزي ما وعدتكم دايمًا يا بنات، قبل ما نبدأ أي حاجة نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ادخلني في حولك وقوتك يا الله، ويالّا بينا نبدأ الفيديو. زي ما أنتم شايفين كده يا بنات النهارده هنعمل مع بعض أكلة حلوة أوي، 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 باحبها جدًا، جدًا، هي السمك المقلي والسمك الصيادية. بس أنا عملت الفيديو علشان أوريكم سمك الصيادية. أكيد كلكم يعني بتعرفوا تقولوا السمك المقلي، بس كتير منكم يعني أكيد ما بيعرفش السمك الصيادية. تقريبًا بيبقى في محافظات بتعمل سمك الصيادية ده، فمش كل المحافظات يعني بتعرف تعمله. آمم، أنا واحدة كنت يعني متجوزة وماما ما كانتش بتعمل لنا السمك الصيادية، ماما يعني من الصعيد، ما عندهمش طريقة عمل السمك الصيادية ده خالص. ف أنا واحدة ما كنتش باعرف أعمله، فتعلمت الطريقة من ماما، مامة جوزي يعني. هي اللي علمتني الطريقة، بقيت أقف وأشوف هي بتعمل إيه وأعمل زيها بالضبط. اتعلمت يعني، وبعد كده بقيت باعملها على طول عشان جوزي يعني بيحبها. فأنا ابتديت إن أنا أعملها بعد كده على طول، زي ما أنتم شايفين كده. أنا أول حاجة جبتها هي السمك، برضه رجعت عِدت عليه في الغسيل تاني. طبعًا يا بنات أنا كنت يعني مصوّرة، معتقدة إن أنا مصوّرة معاكم تنضيف السمك، يعني تنضيفه، وإن أنا أغسله كويس وكل الحاجات بتاعة السمك دي. كنت معتقدة إن أنا باصوّر، بس للأسف، للأسف بعد ما خلّصت خالص وباجمّع الفيديو يعني، اتفاجئت يعني، ودي حاجات بتحصل معايا كتير أوي، أوي. بعد كده أبقى أخلّي بالي، لإن في حاجات كتير بتروح منّي وبتبوّظ الفيديو بسبب إن أنا مش بابقى آخدة بالي كويس من التليفون إن هو بيكون بيصوّر والّا لأ. بس إن شاء الله بعد كده بإذن الله هاخد بالي. أنا كنت عاملاه يعني منضّفة معاكم علشان كمان البنات اللي ما بتعرفش تنضّف السمك، كنت قُلت إن أنا أنضّفه معاكم وبطريقة سهلة، وبرضه ما بتبهدليش المكان حواليكِ، وبانضّفه كده على كيسة كده، باجمّع كل حاجة مع بعضها كده، وعشان ما تبهدلش الدنيا. فللأسف التصوير ده ما جاش معاكم، فإن شاء الله بإذن الله مرّة تانية أبقى أخلّي بالي. هنا يا بنات أول حاجة بقى باعملها إن أنا باجيب بصلتين كده، يعني حلوين كده، وبابتدي إن أنا أفرمهم في الكبة. أنا مش عايزة البصل بتاعي يكون تقطيعته كبيرة. حتى برضه لو أنتِ ما عندكيش كَبّة مش مشكلة خالص. يعني هتقطّعيه على إيديكِ، بس يكون مش تقطيعة مش كبيرة علشان ما يبانش أوي في الشوربة، لإن أنا هاعمل شوربة، يعني هاعمل شوربة صيادية، يعني هاعمل شوربة سمك، تمام؟ فأنا مش عايزة البصل يكون باين أوي، يعني ما يكونش باين أوي في الشوربة وكده. فأول حاجة بقى باعملها إن أنا بانزّل البصلتين. البصل يا بنات بيبقى فيه مَيّة في الأول، فعشان ما ينفعش تحطّي الزيت، وطبعًا لمّا تحطّي الزيت على البصل على طول هياخد معاكِ زيت كتير، فأنتِ تخلّي بالِك كويس جدًا إن أنتِ تنشّفي أول البصل كويس جدًا، جدًا من المَيّة، وبعد كده تحطّي الزيت، تمام؟ وهتبتدي إن أنتِ تقلّبيه أول يا بنات ما تلاقوه بدأ إن هو يعني ياخد اللون الغامق ده، ابتدي وطّي عليه. أنا مش عايزة البصل بتاعي يتحرق علشان ما يمرّرش معايا، وفي نفس الوقت برضه أنا عايزة لونه يبقى غامق علشان يطلّع معايا الرز مضبوط الشوربة مضبوطة. فتوطّوا أول ما يبدأ يغيّر اللون بتاعه كده، وبعد كده على طول، يعني بعد كده أول ما تلاقيه البصل هيدخّن معاكِ، يعني يطلّع دخان، هي دي الطريقة المضبوطة علشان تكوني كده وصلتِ النتيجة المضبوطة، اللي هي اللون الغامق بتاع الرز ولون الشوربة، تمام؟ حتى أنتم شُفتوا بعد ما حطيت المَيّة على طول اللون بقى غامق إزاي على طول يا بنات، فدي الطريقة المضبوطة. وبعد كده ب ب يعني باحط بقى الملح والفلفل والكمون بتاعي، بس ما باحطش كمون كتير علشان ما يمرّرش طعمها، باحط شوية كمون بس مش كتير. خلاص كانت المَيّة بقى غليت معايا أو الشوربة غليت معايا، فقسمتها نُصّين، نُص في حلة والنُص التاني في حلة، علشان هاعمل النُص اللي هو في الحلة ده هاعمل الرز لوحده والسمك لوحده أكيد. فحطيت يعني قسمت المَيّة نُصّين يا بنات، قسمت الشوربة نُصّين. نُص هاحط فيه الرز، والنُص التاني هاحط فيه السمك. كنت بقى هنا باضبّط الرز بتاعي وكده، وباشوف هو محتاج ملح قد إيه، محتاج فلفل والّا لأ. فحطيت له شوية ملح وحطيت شوية فلفل. طبعًا أنا اتأكدت لمّا دُقت الطعم إن لسه إن الحلة التانية هيبقى أكيد عايزة ملح، فحطيت الملح وحطيت شوية من الفلفل، كمان الفلفل بيخلّي طعمها أحلى كمان. وهنا زي ما أنتم ما شايفين قلّبته. طبعًا أنتم عارفين من الفيديوهات اللي فاتت طريقتي يا بنات في إن أنا باعمل الرز ما يكونش يعني يطلع معاكِ مضبوط. الطريقة في الفيديوهات اللي فاتت لو أنتم ما اتفرّجتوش عليها ادخلوا اتفرّجوا عليها، وهتعرفوا إزاي أنا باعمل الرز يطلع معايا مضبوط حتى وأنا باكِب المَيّة كده عليه. هنا كنت باقول لكم خلّي بالكم يا بنات السمك يقعد
10 دقايق بس على النار أو كمان أقل، أول ما يبتدي كده كام غلوة كده وتقومي طافية عليه على طول، عشان البصل ما يبوظش معاكِ سوري يا بنات، علشان السمك ما يبوظش معاكِ. فحطي السمك من حوالي يعني 7 دقايق ل10 دقايق بكتيرها أوي، علشان يعني أنا باقول لكم يبتدي يغلي كده بس وتقومي طافية على طول، عشان البصل السمك مش عارفة ليه ماسكة بصل، بصل، علشان السمك ما يتهراش منِّك وبعد كده ما تعرفيش تطلّعيه، والسمك ما بياخدش سِوَى كتير، يعني أبدًا، أبدًا يا بنات، شوية صغيّرين جدًا وبعدين بتلاقيه استوى على طول. وطفيت يعني على السمك وكنت وطّيت على الرز، وبعد كده رجعت تبِّلت السمك زي ما أنتم شايفين. أنا عاملة الفتحات دي يا بنات علشان أدخّل فيها التتبيلة كده ويكون السمك طعمه حلو وآخد طعم حلو كده، وفي نفس الوقت برضه يكون معايا السمك كده دخل فيه يعني الزيت ويعني يحمّره كده كويس ويكون مستوي كويس جدًا، ويكون طعمه مستوي ويبقى يعني طعمه حلو ومقرمش كده معايا. هنا كنت طبعًا باخلّي بالي من الرز، باخده تقليبتين كده علشان يعني يستوي معايا ويكون كلّه مستوي. فأنتِ في نُص مثلًا الرز كده في النُص كده، في نُص الوقت اللي أنتِ قبل مثلًا ما تطفي عليه بنُص الوقت، قلّبيه علشان اللي تحت يعني اللي فوق ينزل تحت، واللي تحت يطلع فوق، علشان يكون الرز معاكِ كلّه مضبوط ومستوي كويس جدًا. هنا بقى كنت حطيت السمك. أنا أول ما بالاقي السمك بيبتدي إن هو يتحمّر، يبتدي بس بداية كده إن هو يغيّر لون، باقلّبه وبارجع أقلّبه تاني كذا مرّة يا بنات على الجهتين، علشان السمك يطلع معاكِ مضبوط ومقرمش ومستوي كويس جدًا. لازم تقلّبيه يمين وشمال، بس لمّا يكون يا بنات ابتدى ياخد اللون، علشان ما تقلّبيهوش وهو طري يكسر معاكِ، لأ خلّي بالِك كويس جدًا. السمك هتقلّبيه لمّا ياخد لون، بس اللون يعني مش اللي هو الغامق أوي اللي هو بتاع خلاص هو خلص كده واتقلى كويس من الجهة، لأ خلّي بالِك السمك تقلّبيه بالراحة وعلى الجهات، يعني كل شوية كده علشان يطلع معاكِ مضبوط ويطلع معاكِ مقرمش. أنتم شايفين السمكة أنا ماسكاها مالكة نفسها كويس جدًا إزاي وما بتقعش طبعًا وناشفة. فدي خطوة مهمة جدًا، جدًا عشان يطلع معاكِ السمك حلو ومقرمش. طبعًا أنتم عارفين لمّا يطلع حلو ومقرمش يكون في كمية زيت كبيرة، فإحنا مش هنحط كمية زيت كبيرة أكيد، أنتم عارفين إن الزيت غالي. فدي طريقة حلوة أوي، أوي تخلّي السمك معاكِ مقرمش، فجربوها يا بنات وإن شاء الله تعجبكم. هنا كنت يعني حطيت الأكل على السفرة زي ما أنتم شايفين بالطريقة البسيطة دي. شايفين يا بنات ما شاء الله، ما شاء الله لون الرز عامل إزاي ولون الشوربة بتاعة السمك ما شاء الله، ما شاء الله، وكان الطعم تحفة، تحفة، تحفة. جربوها يا بنات بالطريقة دي إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. فزي ما أنتم ما شايفين كده ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، الأكل كان طعمه حلو أوي، أوي. السمك كمان عشان أنا مفتحاه كده، فكان متبل وطعمه جميل أوي. وحطيت معاه جرجير، وكانت دي الطريقة البسيطة في تقديم السمك. ما تنسوش يا بنات الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يعني. وطبعًا، طبعًا ما تنسونيش يا بنات من اللايك اللي أنتم مستخسرين فيّا اللايك مش عارفة ليه يا بنات. ما تبخلوش عليَّ باللايك واعملوا لي لايكات كتير أوي، أوي، أوي. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي، باي.